السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وان شاء الله فيديو النهاردة مخصوص لأبطال الثانوية العامة اللي داخلين على المفرمة هم. ويعني شهر 4 بقى بدأ، يعني خلاص بقى الفرصة الأخيرة، يعني بي اور نوت بي. كل حاجة بقى، يعني بص الدنيا كلها بتتغير من شهر 4 ده أو شهر 3، يعني هم آخر شهرين أو 3 دول. بص كل حاجة بقى، المدرسين تبدأ تنزل مراجعات، يرجعوا لك المنهج كله يحلوا. المكتبات تنزل لك كتب بالهبل تحل. اولياء الامور يزقوا الناس اللي ما ذاكرش يبدا يذاكر. بص كل حاجه بتبدا تغير. بص يعني يمكن السنه كلها بتتغير 180 درجه على الشهرين دول، يعني اهم شهرين واهم فرصه واخر فرصه، يعني خلاص وهتلحق وان شاء الله في وقت وكل حاجه. بس اهم حاجه انك تستغلهم. طب كل ده بقى عمال، يعني كل الناس دي عماله تزق فيك، وكل يعني فاضلش غيرك انت بقى، يعني فوق معاهم. يعني قدم كده وهتلاقي 100 واحد بيزقك، والله العظيم فرصه ما تتعوضش. يعني مش هتلاقي في حياتك تاني دعم او زق او يعني مساعدات بالطريقه اللي انت هتلاقيها او تشوفها في السنه دي. فاستغل ده. استغل ان انت بس هتمد رجلك في حاجه هتلاقي 100 واحد بيزقك. المجتمع كله والبلد كلها في مختلف الفئات كله بيهتم بالثانويه العامه دي، ما تعرفش ليه، بس تلاقي كله عمال يزق من هنا لحد النتيجه لحد بعد التنسيق كمان. فانت استغل الزقه او الدفعه دي. فان شاء الله ده يبقى موضوع الفيديو النهارده، ان هنعمل ايه وكده، وتبدا ازاي لو مش فاهم، وبحيث انك تستغلهم باحسن ما يمكن، يعني ان شاء الله. دي ان شاء الله اول حاجه نتكلم عليها، وهي اللي هو تبدا منين وتذاكر ازاي. دلوقتي انت كل الدروس او معظم، يعني كله يعتبر خلص المناهج كلها خلصت، واللي مخلصش هتلاقي فاضل له حاجات بسيطه في اخر الدروس ولا حاجه. فدلوقتي احسن حل انك تبدا المراجعه انك تقعد الدروس كلها، او بمعنى اصح المراجعات الاونلاين. انا عن نفسي بفضل المراجعات الاونلاين، وعن تجربتي مواد كتير، مادتين او ثلاثه كنت واقع فيهم، وجيت في فتره المراجعه اللي هم اخر سنه او ثلاثه قعدت من الدروس كلها، والمادتين او الثلاث دول اللي انا محتاج فيهم مراجعه بقى بجد وكده رجعت اونلاين. فالمراجعات الاونلاين احسن بكتير. واللي هو الدروس اول حاجه مضيعه الوقت، بتضيع وقت جامد. انت بتروح مثلا درس ساعتين وساعه قبل وساعه بعد، يعني 4 5 ساعات من اليوم، في درس كتير. وما تضمنش هتستفاد من الدرس ده ولا لا، ما تعرفش المدرس هيشرح ايه ولا هيحل ايه النهارده ولا كلمه، يمكن حاجه انت فاهمها ليه تضيع فيها وقت، هتروح تحل احسن. غير كده الاونلاين ممكن مثلا تعيد توقف براحتك، تدور، ترجع تذاكر وتسمع تاني طب دلوقتي بقى هتعمل ايه؟ هتجيب ماده تقعد مع نفسك بقى وتمسك ماده كده، تجيب ورقه وقلم او من الفهرس بتاع الكتاب، تمام. تيجي على درس تشوف الدرس ده من اول سنه انا تمام فيه، حله مذاكره كويس، فاهمه، حل التدريبات عليه، مقفله، ده تمام. تيجي درس تاني لا نص نص، ما لحقتش، كان في نقط بوينتس واقعه مني كده، كان في ما كملتش حل بتاع ده، يبقى عارف انك ايه نص نص. تيجي درس تاني واقع منك خالص، ده هتبقى عارف انك هتسمعه من الاول وتحل تدريباته وتحل عليه شامل وهكذا. طيب بعد ما عملت كده بقى هتقعد مع تبدأ في اللي انت مش عارفه. وغالبا هتلاقي اكتر حاجه وقع منك، او ده الاحسن ان انت تبدأ بيه الترم التاني او النص التاني من المنهج، لان ده ما بيكونش لاحق تذاكر. الوقت والضغط جامد، والمدرسين بيشرحوا بسرعه، ورمضان زي ما انت عارف، فالجري فيه جامد. وغير كده في اول السنه كله بيبقى داخل بحماس، وبيبقى عندك وقت كتير، ومبقاش قدامك غير كام درس او درسين اللي انت خدتهم في الاول، فهتلاقيك مقفلهم كويس. فاحسن بدايه انك تبدا ايه بالنص التاني او الترم التاني، وده اللي انت الاغلب اصلا هتلاقي نفسك واقع فيه او ناقصك فيه حاجات كتير. بعد ما حددت بقى هتبدا منين، انت هتجيب بقى الكتب الحل كلها، سواء كتاب التدريب بتاع السنه، كتاب المراجعات، كتب ماليه الدنيا. تشوف هتسمع انهي مدرس والمدرس اللي هتتابعه مثلا اونلاين، او تتفرج او تشوفه كده، وتبدا تذاكر. مثلا لو حاجه مذاكرها تذاكر وتبدا تحل حاجه وقفت قدامك، تسمع المدرس. درس مثلا كان واقع منك او كده تسمعه شرح الاول، او مثلا درس ناسيه بتسمع مجرد السماع بس بيذكرك لو انت كنت مذاكره كويس. وبالنسبه للمدرسين والكتب، فلو قعدنا نتكلم عشان وقت الفيديو بس مش هينفع، فلو عايزين نتكلم عن المدرسين والكتب وكده فعرفونا ونعمل فيديو تاني او جزء تاني ان شاء الله. تمام. بعد بقى ما عرفت تعمل ايه في ناقصك المواد، اللي تسمع مين، تحل ازاي وكده، هتنظم بقى يومك، جدولك، الروتين اللي هتمشي عليه. بص بقيت الشهرين دول هتجيب جدول كل يوم بقى،
مثلا هتذاكر مثلا مادتين في اليوم او 3 في اليوم زي ما تحب انت، او بتذاكر ماده الله اعلم. بس انا بفضل اللي هو انك تذاكر مادتين او 3 في اليوم، عشان اللي هو ماده واحده دي هتزهق، هتقفل منها قوي وتزهق. وبعدين لما تقعد تذاكر ماده يوم او يومين، هتيجي المواد التانية هتحس انك مش نسيتها، بعيد عنها شويه يعني. تيجي مثلا قاعد تذاكر مثلا كيمياء طول اليوم يومين، تيجي تروح مثلا ماده زي الاحياء او عربي، يا إيه الكلام ده، تحس انك هتاخد وقت عقبال ما تندمج فيه تاني. تمام. فاحسن حل انك تعمل ماده او مادتين طول اليوم، بعدين عشان ما تزهقش برضه في اليوم. تبقى اول ما تبدا انك زهقت من ماده، هتنقل لماده تانية، هتحس انك جددت وقت. فمادتين او 3 زي ما تحب. واعمل جدولك مثلا اول درسين من العربي، اول درسين من الكيمياء، اول درسين من الاحياء، وهكذا. تاني حاجة بقى، وانت بتعمل الجدول ما تحطش مواد تقيلة كلها مع بعض. يعني حط مادة كبيرة مع مادة وسط مع مادة صغيرة. يعني مثلا ما تجيش في يوم فيزياء وكيمياء واحياء مثلا، لا حط مثلا فيزياء او كيمياء مع مثلا الانجليزي واللغة التانية، دي مواد بسيطة ممكن تحطها مع مادة تقيلة، والعربي مادة كبيرة، هكذا. وانت ظبط. ان اهم حاجة بس انك ما تقتلش نفسك قوي في مواد كبيرة، فاهم؟ عشان ما تتعبش. واهم حاجة وانت بتعمل بقى الجدول وتخلص، ما حطيت بقى مادة 2 3 زي ما تشوف انت وتنظم وقتك وكده. ومش شرط يعني المادة الفلانية الساعة كذا للساعة كذا، والمادة الفلانية الساعة كذا للساعة كذا، لا. انت عندك التارجت ده، الثلاث مواد دول او مادتين او الدرسين 10 اللي حطيتهم لنفسك، هيخلصوا النهارده، هنخلصوا اليوم، مش هيخلص او مش هتنام غير لما تخلصهم. وبعدين بقى وانت بتقسم، اهم حاجة حط بريك، خد نفسك بين المواد. يعني مهما كنت مزنوق ومهما كنت مضغوط، بص مهما كان عليك ايه، اهم حاجة تاخد بريك او تفك عن نفسك شوية بين المواد. هتذاكر مثلا بطريقة البرومودورو اللي هو 25 دقيقة او 5 دقايق او 50 دقيقة او 10 دقايق، تذاكر 50 دقيقة وخد بريك 10 دقايق، 50 دقيقة و10 دقايق. او هتذاكر بالبالك اللي هو تقعد 3 4 ساعات، 3 4 ساعات انت مثلا ما بتتعبش او ما تزهقش او تركيزك ما بيقلش قد تعمل كده، وتاخد بعدهم نص ساعة كده، يبقى تمام. بس اهم حاجة انك تاخد بريك، لان عشان تشحن نفسك وتجدد نفسك. عشان مثلا لو ما خدتش بريك هتلاقي مادة درس في التاني في التالت نص اليوم انت خلاص مش قادر، فصلت، فمش هتقدر تكمل بيت اليوم التاني، حرام. فانت قوم مثلا اخرج شوية، اعمل حاجة، اخرج شوف البيت بتاع يعني، اعمل اي حاجة بس اخرج عن حتة المكتب او الكتب والمذاكرة وكده. بعد بقى ما تخلص اليوم كله وخلصت بقى كل الحاجات اللي كنت هتعملها او هتذاكرها وقفلت اليوم وخلاص ودخلت تنام، اعمل الجدول بتاع بكرة. يعني اعمل الحاجات اللي انت هتعملها بكرة، التخطيط بتاع يوم بكرة. بجد الحركة دي جميلة، او يعني انت بدل ما تصحى الصبح لسه هتفكر بقى وتشوف ايه اللي عليك وايه متبقاش مركز وفاكر كل الحاجة اللي عليك وهتلاقيك حطيت لا، لما بتعمله من اليوم اللي قبلها تبقى متحمس او متشجع كده، انك تاني يوم الصبح هتصحى خلاص هتقعد على اول حاجة دي على طول، تصحى تفتح الكتاب، بدل بقى ما تقعد تفكر انك تظبط المادة دي ودي ودي، تبقى بقى عقبال ما تفكر في المواد وكده بتكون انت زهقت مش عايز تذاكرها. تالت حاجة بقى الحل. أهم حاجة في المذاكرة والثانوية العامة وبالذات النظام الجديد، الحل. الحل الكتير، وما تحلش لمجرد انك عايز تحل او تخلص الكتاب ده او اخلص الحل ده او اخلص اللي ورايا في الحل، لا. الحل استفاد منه، الحل ده جزء كبير قوي من المذاكرة يعني، ومهم قوي يعني. لو في حاجة واحدة تعمل في الثانوية العامة او حاجة تشتغل عليها وبعدين تخش تمتحن، فهي هتكون الحل بس. لان انت لو حاجة ما جبتهاش في الشرح او ما جبتهاش في المذاكرة، انت هتجيبها في الحل. فانت استغل الحل ده على قد ما تقدر. ما تفوتش سؤال غير لما تعرفه، تعرف فكرته وجه ازاي وبتاع. السؤال اللي مش عارفه اشوف الاجابات، اشوف على اليوتيوب بتاعه وجبت اجابته وشكرا وخلاص، لا. اعرف الفكره دي وليه انا مش عارفها واربطها بالحته اللي موجوده في المنهج. لو هي مثلا السؤال جاي من مش مباشر يعني من المنهج، اربطها ازاي ربط بدي وكده، واعرف فكرته. يعني ذاكر السؤال، ذاكر حل، استفاد من الحل. لان في ناس كتير يقعد يحل لك حليت 100 كتاب وحليت 50 كتاب وطول السنه بحل وبتاع، ودخل الامتحان ما عملش حاجه، لانه بيحل كده وخلاص يعني. هو عايز تك 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 كده وشكرا. وانت بتحل بقى مش محتاج اقول لك طبعا، وبالذات وانت جاي تحل امتحانات شامله، حط نفسك في وضع الامتحان. ازاي بقى؟ تقفل على نفسك اوضتك، تقعد في مكان هادي، تحط ستوب ووتش او تايمر قدامك او ساعه، وقت الامتحان بس، وقدامك الكتاب اللي هتحل فيه. تمام. تقعد تحل الامتحان كأنك في اللجنة بالظبط، بحيث تعود نفسك على الوضع اللي هتكون فيه في اللجنة.
وعشان برضو في مواد كتير بتبقى مشكلتها في الوقت في الامتحان، الوقت ما بيكفيش الامتحان، مبيبقاش صعب ولا حاجه، بس لو مش الوقت اللي ما بيكفوش، فدي بتبقى مشكله. فانت عود نفسك عليها من دلوقتي عشان الامتحان يجي سهل، انت خلاص معدي مشكله الوقت دي. وتاني حاجه، سؤال مثلا معرفتوش وانت بتحل امتحان، ما تستسهلش بقى انك قاعد بتحل وبتدرب في البيت، هقوم اشوفه شوف الاجابات عرفته بتاع، لا، اعصر دماغك لحد ما تعرفه او تجيبه كانك في الامتحان بالظبط. يعني بص، اقتل نفسك، ما تقومش من الامتحان وما تفوتوش بسهوله، يعني ما تفوتش السؤال بسهوله، لا وتقوم اجيبه وبتاع، لا، اعرف قيمه السؤال ده والتوتر والضغط اللي هو حطك فيه. انت لما تقعد تعصرت نفسك السؤال ده الامتحان اللي بعده وهكذا، تيجي في الامتحان في الاخر السؤال ما عرفتوش عادي، هتقعد اخر الامتحان هتفكر فيه هتحله بسهوله، لا تضغط ولا تتوتر ولا تضايق، انك انت متعود على الكلام ده. وبعد ما تحل بقى صحح لنفسك، ما تسيبش امتحان او حاجه حلتها غير لما تصحح نفسك عشان تعرف اخطائك، تدي نفسك درجه وتشوف غلطت في ايه وقعت في ايه، ده عندك دروب في الدرس ده، عندك دروب في النقطه دي، ذاكرها تاني، راجعها وحل بعده وبعده وبعده، تلاقي درجتك بتزيد. تقول لي طب بحل وبغلط كتير، مفيش اي مشكله، يعني انت بتحل اصلا عشان تغلط، عشان تعرف ان انت عندك غلطه في الحته دي عندك. هتقعد لحد ليله الامتحان بتحل وتغلط، دي مش حاجه تقلق، مش حاجه تخوف، عادي. انت بالعكس انت بتتدرب على الامتحان وتقع إن تخش الامتحان انت خلاص تمام، عشان انت طول ما هتحل هتغلط، لان انت بتحل افكار جديده وبتحل وبتقابل اسئله جديده، فطبيعي هتغلط. فالغلط ده اصلا حاجه كويسه، يعني حاجه تتعلم منها، يعني عادي، ما تقلقش، ما فيهاش اي مشكله خالص. انت تغلط بس بحيث تعرف النقطه دي وتفهمها وتذاكرها تاني، تيجي الامتحان اللي بعده انا بس خلاص انا تمام في النقطه دي، وهكذا بقى كل غلطه على كده. رابع حاجه بقى، اخر حاجه، وقت النوم والمذاكره. طبعا انا ما بقتنعش بالسؤال ده خالص، اللي هو اذاكر كام ساعه وانام كام ساعه واعمل ايه واصحى امتى وكده. بس هو يعني هو تحسه سؤال عام مشهور كده، طالما جيت للثانويه العامه واخر شهرين وزنقه ومذاكره وكده لازم السؤال ده يسال. فانا حبيت ان اوضحه يعني واتكلم فيه وكده، عشان لو حد عنده اي مشكله برضه بيرتاح لما بيعرف كده. بص، هو ملوش اجابه محدده، ملوش اجابه مخصصه، وفك بقى من اللي انت بتشوفه وذاكر 12 ساعه وذاكر 16 ساعه وذاكر 20 ساعه وكده، لا، كل واحد ليه قدرته الخاصه، كل واحد ليه مجهوده، ليه تعبه، ليه بيستوعب امتى، بيستوعب ازاي، بيستوعب قد ايه، وهكذا. بس ده مش معناه برضو، يعني هي بمنطق وليها حدود، مش معناه انك تروح بقى تنام لي 10 15 ساعه وتصحى تذاكر 3 4 ساعات وهكذا، لا، هو انت كل واحد ليه قدرته وليه استيعابه وكده، بس في حاجات كده ما فيهاش كلام، اللي هو الفترة دي انت هتقتل نفسك مذاكرة، هتقطع مذاكرة على الكتب، تصحى الصبح تقعد على الكتاب لغاية ما تنام بالليل، هتنام الكام ساعة وتصحى متحمس اكتر لليوم التاني اللي انت هتذاكره، انت هتعمل ايه، انت جاهز لليوم التاني، بس هي دي شغلانتك، هو ده شغلك، الشغل كله في الشهرين دول، ده اللي انت هتعمله، معسكر مغلق، اقفل على نفسك عشان تخرج من الشهرين دول والامتحانات وكده، بس السنة بتبقى تمام معاك وتجيب مجموع حلو ان شاء الله. ففيما معناه يعني قصدي ايه، اللي هو انت من الاخر اعمل كل اللي عليك، اللي هو هتصحى الصبح تقعد تذاكر على الكتاب لحد بالليل، مش مهم بقى، مش لازم اذاكر 10 ساعات او 12 ساعة، ان انت لو قعدت تحسبها مش هتعرف تظبطها، يعني متضمنش ظروفك النهارده غير بكره غير بعده وكده، عشان مش تقدر تتحكم في الساعة نفسها. بس انت هتصحى الصبح تقعد على المذاكرة لحد بالليل، اثناء بقى تقوم تصلي بس، ولو الاكل بس، وممكن تاكل في مكانك كمان. وبس كده، وبالتوفيق ان شاء الله. وفي الاخر يعني عايز اقول لك ما تقلقش، ما تخافش، ما تتعبش نفسك، وما تقعدش تجلد في نفسك، مش هلحق وبتاع، مش هيفيد في حاجه يعني، لا، هو لسه في وقت عامه ولسه في امل، ولسه بدري قوي. والله ناس كتير قوي بتبدا في الشهرين دول بتبقى عادي خالص واقل من عادي طول السنه، وبتجيب مجاميع جميله. انا واحد اهو كنت ضايع في مادتين او ثلاثه، يعني ابيض خالص، وباقي المواد كنت ماشيها كده، قعدت طول السنه اللي هو بسمع الشرح واحل شويه وخلاص. جيت في الشهرين دول سمعت المراجعات وركزت في الماده دي وحليت عليها تاني وكده، هم ظبطوا معايا اخر الشهرين دول بس. فما تقلقش، هم لسه فيهم يعني، هتلحق تعمل فيهم كل حاجه ان شاء الله. بس انت اشتغل وذاكر احسن، يعني ما تحطش في دماغك حاجه غير ان انت تقتل نفسك وتموت نفسك في الشهرين دول، وما تفكرش في اي حاجه تاني، لا في وقت ولا هلحق ولا امتحانات. انت اعمل اللي عليك وبس، وبعدين هتخش بعد كده في اي امتحان ولا هيهمك، بس مجرد ان انت قتلت نفسك في الشهرين دول، وهم عامه كافيين قوي، بس انت استغلهم وما تضيعش فيهم اي وقت. هو يعني من الاخر كل الكلام ده حجج او هروب، انت بتهرب،
لان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها مهما حصل، مهما ما فيش، انت هتعمل حاجه. واللي مش عايز بقى هتلاقي بقى حجج وخوف وهروب بقى والكلام اللي هو اللي بيتقال ده على طول. وبس يعني، وانا لخصت لك في الفيديو اهم مشاكل او خط كده تمشي عليه لو الدنيا تايهه معاك ومش عارف تعمل ايه وكده. ولو حد عنده اي مشكله تانية او اي سؤال تاني او حاجه احنا ما اتكلمناش فيها، يبعت لنا او ويكتب في كومنتات، واحنا ممكن نعمل فيديو تاني ان شاء الله ونرد عليه. بالتوفيق ان شاء الله. بس سلام.